هل انتم من الناس اللي زي كده اللي بتبقى محتارة في الفترة دي تلبس ايه بالظبط؟ صيف خلاص بقى، يعني الدنيا بردت فمش هينفع نلبس صيفي. لو انتوا زي حالاتي كده تعالوا اقول لكم انا بعمل ايه يخلينا ننتقل من الصيف للشتاء بالتدريج، او اللي هو الفصل الخريفي اللي مش موجود ده تقريبا. هاي، الشارع دوشة شوية بس مش عارفة اعمل ايه الصراحة. طيب، بالنسبة لللبس بقى، أنا أهم حاجة بالنسبة لي هي الجاكيت الجينز. ده أكتر حاجة بستخدمها في الفترة دي، لأني أنا مش بقدر خالص ألبسهم في الصيف. يعني أنا بشوف ناس لابسة جواكت جينز شكلها حلو في الصيف، بس أنا من النوع اللي بيتحر بسرعة قوي وبيبرد بسرعة قوي، فالجاكيت الجينز بيبقى حاجة تقيلة جدا جدا بالنسبة لي في الصيف. فهو ده وقته، يعني هو ده بجد وقته. هحاول اعمل فيها شطوره كده واحط لكم صور هنا، يبقى اسود يبقى الوان. كان في جواكت جينز طالعه الوانها حلوه كده، بيبي بلو ولافندر والوان جميله. فدي اكتر حاجه بجد بلبسها في الفتره دي، اللي هي الفتره الانتقاليه ما بين الصيف والشتاء. تاني حاجة من الحاجات اللي بتفرق معايا قوي هي الشال او اللي بيسموه سكارف. هو اسمه شال. السادة منهم بتبقى أشيك بكتير جدا من المشجرة، وبتنفع تلبسيها على أي حاجة عندك. يعني مثلا خلي معاكي شال لونه كافيه أو رمادي أو مثلا نبيتي، ألوان محايدة كده. طبعا أسود بيبقى حلو جدا، بس الأسود بحسه يعني بيكبر في السن شوية، أو بتاع ناس معرفش، يعني انتي حسب حريتك. في برضو نقشات بتبقى يعني زي اللي هو الشال اللي بيبقى مربع ده، نقشات كده موضتها ما بتروحش. هحط لكم صورته هنا لو لقيت. ده بينفع مثلا لو انا خارجه بالليل، او الجو لسه ما بردش وانتي راجعه بالليل بيبقى الجو ساقع شويه، او لو انتي موظفه وبتروحي الشغل والصبح بدري قوي الجو بيبقى ساقع، واول ما الشمس تطلع والظهر يقدم كده تلاقي الجو حرر جدا، فانتي مش عايزه تلبسي حاجه تقيله وترجعي البيت مفرهده. فهو الفكره الشالات دي بتبقى حاجه تدفيكي كده في اول لسعه البرد كده، وبعد كده بتشيليها عادي. تالت حاجه بقى، وهي حاجه يعني عاديه جدا، اللي هو اللبس الخريفي زي ده مثلا. اللبس اللي هو انا مش عارفه اوريهولكوا ازاي، ده اللي هو قماشته مضلعه كده، بس هو خفيف. يعني هو مش بيدفي خالص في الشتاء، وبيحرر جدا جدا في الصيف. هو يعني اصلا بيتباع في المحلات ان هو شتوي يعني، بس هو خفيف. هي دي الحاجات الخريفي. انا عارفه معظم الناس ما بتحبش تشتري الحاجات دي، لان هي بتقولك ان ده يعني ده مش بيدفيني، يعني ده تضييع فلوس على الفاضي مثلا، او ده مش بيدفي في الشتاء فاجيبه ليه. لكن انا بحبهم جدا جدا، لاني بيفرقوا معايا قوي في الفتره دي. اللي هي الجواكت اللي زي كده، في حاجات منها بتبقى ميلتون، برضو قماشات ميلتون كده. فهي الحاجات دي بتبقى حلوه قوي، وبالذات الستايلات اللي عامله زي الشيميز كده. لو انتي في الشتاء قوي بقى ممكن تلبسي عليها جواكت اللي هي البفر، او الجواكت التقيله دي. بتبقى عادي، يعني ينفع تلبس عليها حاجه مثلا. اما بقى بالنسبه للشوزات، فطبعا خلاص بنشيل بقى. لو بتلبسي صنادل، انا مش عارفه اذا كان في حد لسه بيلبس صنادل ولا ايه، بس يعني الكوتشيات والسنيكرز غطت على كل الصنادل. فلو بتلبسي حاجات مفتوحه خلاص يعني بتشيليها، بتخزنيها. لو عندك الكراتين بتاعتها اللي انتي شارياها فيها خزنيها فيها. حطي معاها مثلا صابونة او جرنون او اي حاجة علشان الجلد ما يقشرش. واحلى حاجه في الشتاء البوتات اللي هي بتبقى هاف بوت، اللي هو بيبقى اخرها مثلا عند كعب الرجل، او عند العظمه اللي في الرجل دي. دي بحسها شيك قوي وعمليه وموضتها ما بتروحش. غير مثلا البوتات اللي هي بتبقى طويله لحد ركبتك فوق، بحس ان هي ليها وقتها وليها، مش في اي وقت يعني، خصوصا لو انتي امرأة عملية يعني، او خلاص بقى بتروحي شغل، يعني حياتك عملية، مش اللي هو انا خارجة اتفسح وبس مثلا. فاللي هو لا، انا البس اللي انا عايزاه. طبعا البسي انت عايزاه، محدش بايدك، بس انا هنا بحاول اقولك الحاجات العملية اكتر بحكم طبيعة حياتي يعني. تاني حاجة السنيكرات البيضة،
صيف شتاء بقى، او الكوتشيات البيضة صيف شتاء عادي مكملة معاكي. طبعا الشنط عادي هي شنطك، بس انا بحب الشنط الكروس اكتر. شنطة تكون كروس كده، بحس ان هي بتلم الطقم شوية. او في الشتاء الواحد بيبقى حاسس ان هو لابس كتير فمش قادر يشيل شنطة على ايده، فاهمين الاحساس ده؟ فاللي هو ابقى لابسة الشنطة كروس ده بيديني احساس بالحرية، او ان انا ايديا فاضية اقدر اشيل اي حاجة، او لو معاكي اطفال او الجو ده يعني. فده بالنسبة للشنط. لو انتي اللي بتشيلي لبسك وتحطيه، او لو انتي معاكي اولاد انا الموضوع بياخد معايا وقت طويل جدا. يعني ممكن اقعد شهر مثلا اشيل في الصيفي واحط في الشتوي او العكس، لاني مش بطلع كل الشتوي مرة واحدة، ولا بشيل كل الصيفي مرة واحدة. اول ما بيبتدي الجو يبرد، يعني مثلا من اول شهر 10 كده، او يعني هو كل سنة الجو والوقت بيتأخر. اول ما بيبتدي الجو يبرد اي حاجة صيفي بغسلها بشيلها في كيس، ايا كان لبسي لبس الولاد. وبعد كده ببتدي اصنف بقى، اطلع الحاجات دي من بعض. بمعنى مثلا اخلي لبس للولاد ولبس ليا، او لبس ليا ابقى عارفه ان ده لبس بيت ولبس خروج، بحطهم في كيس وبكتب عليهم من بره ان ده مثلا لبس صيفي سن 5 سنين، لبس صيفي بيتي بتاعي كده. بكتب عليهم كلام من بره، عشان لما اجي اطلعهم الصيف بقى، لما يجي الصيف الجاي ان شاء الله ابقى عارفه من بره كده من الكيس ده ايه بالظبط، ما اقعدش افتح في الكياس واقطع في الدنيا وابهدل الدنيا. فانا بقالي كذا سنه بعمل كده، فالموضوع ده ميسر عليا الموضوع شويه. فلما باجي بقى اطلع الشتوي ببقى عارفه لا ده الشتوي، ببقى كاتبه عليه مثلا في الصحاره. طبعا انا بنحط لبس في صحاره السرير زي كل المصريين عادي. ف بطلع مثلا بيبقى كاتبه عليه لبس بيتي تقيل صوف، لبس بيتي شتوي خفيف، لبس مثلا خروج خريفي، وهكذا. فببقى مثلا بالنسبة للأطفال ببقى حاطة الحاجات القطن لوحدها، عشان دي اللي بنبدأ بيها، الحاجات القطن اللي بكم وهكذا. فده بالنسبة لتخزين اللبس. ببقى براحتي جدا، علشان أنا مش هطلع كل الشتوي مرة واحدة وتبقى في حاجات بقى صوف وجواكت تقيلة والحاجات دي. طب ما احنا مش هنلبسها دلوقتي خالص، ولا حتى في شهر 12 مثلا، الا اذا الجو قلب مره واحده، فاهماني؟ فده بالنسبه نطلع الصيفي والشتوي والحوارات اللي بتحصل. عادي عادي خالص، خدي وقتك عادي، وما تشيليش حاجه تكون ملبوسه، حتى لو ملبوسه مره واحده بس، لان الهدوم بيحصل لها مش عارفه، يقولك بتاكلها العته، بتيجي تطلعيها بعد كده تلاقيها اتقطعت. وحطي مع الهدوم صابونه، صابونة قميص، صابونة يكون ريحتها حلوة، تيجي تطلعيها بعد كده تلاقي ان هي ريحتها جميلة جدا. وبس كده، انا كده شاركتكم كل افكاري اللي انا بنتقل بيها بالنسبة لللبس، يعني من الصيف للشتاء بالتدريج. انتوا برضو قولولي في الكومنتات ازاي بتنتقلوا من الصيف للشتاء، ازاي بتشيلوا اللبس الصيفي وتخزنوه، وايه هي الحاجات اللي انتوا متعودين تعملوها كل سنة لحد ما بيجي الشتاء الحقيقي كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ده فيديو كده صغير عشان بس ما اقطعش عن القناة يعني. استنوني في فيديوهات جاية، ولو في عندكم افكار او اي حاجة عايزيني اتكلم عنها او اصورها او اشتريها واعمل عنها ريفيو، اكتبولي برضو في الكومنتات. كان معكم آية سليمان، شكرا ليكم، سلام عليكم.